اهلا وسهلا بكم يا جماعه. عملت الفيديو هذا بالذمه باش نوضح برشا حاجات صارت في الدوره الثانيه مهرجان الرمال في بنزرت. انا ساعه برشا عباد تتسائل على وجودي غادي ايش نعمل، ايش عندي نعمل. انا تم استدعائي باش ننشط الحفله وباش نقدم المهرجان. وذي مش اول مره نعمله، عملت قبل مهرجان قفصه، وعملت خدمت برشا حفلات كبار وقدمت فنانين كبار وعباد بالحق محلاهم. اللي صار البارح يا جماعه باش نحكي في 3 نقاط مهمة جدا، وراني أنا ما عندي حتى دخل للفنان قداش خلص وشكون جابه وعليش جاي وقداش والكونترا شنو فيه، هذه كل خاطيني ما عندي بيه حتى علم. أنا الحاجة الأولانية اللي صارت الروتار اللي عملوا الفنان والجمهور يستنى، والجمهور يستنى يستنى يستنى. انا كلمتني مديرة المهرجان قالت لي 9:30 باش تبدا الحفلة، انا 9:30 ديجا غاديكا، العشرة هاي العشرة و4 هاي جاي ال10:39 بالضبط. كي جاي الطريقة متاعو الدخول متاعو ماهوش عادي، دخل فيسع فيسع طلع سورسين بدا يغني، وحتى حد راهو ما يقلل من قيمة أحمد سعد كصوت مصري محلاه، وأنا بيجي نحبو نسمع غناياته. كي طلع الساعة فرز من اللون إنه ما يطلع له حتى صحافي سورسين حتى اللي كاميرامان، قال لهم لا باهي. أنا مشكلتي اللي بديت مع مدير أعماله اللي هو لاهي بالسين ولاهي بيه. أنا دخلت سلمت عليه وسلمت على الفرقه، وما يمنعش اللي راهو الفرقه اللي معاه عناصر محلاهم وجاو قبله وفرحت بيهم وفرحوا بيا على الاخر. مدير اعماله بديت نحكي معاه، قلت له انا المقدمه بتاع الحفله اول حاجه دزني، قال لي اوعي. دزني يا جماعه، راهو دزني بطريقه مهينه. سكت نغزل وكذا ويعلم بيا ربي، وانا غاديكا متجنده باش تنجح السهريه وربي يعلم، وربي يعلم والجمهور كان حاضر. وصلت اني تلمو برشا فراغ، وصلت نعبي فيه معناها بالامبروفيزاسيون بالعيد عملنا ونفدلك مع الجمهور وكذا، والجمهور متعصب على الاخر خاطر عبيد تستنى من 6 متاع العشيه و7 ونساء كبار وعائلات وصغار وكذا ويستناو حتى ال10:30 والفنان مازال ما دخلش. باهي خلي الفنان قدمته كذا، من بعد صارت المشكله مع مدير اعمال اوكي خرجت على روحي. فما بنات تابعين الجمعيه نتاع المهرجان حبوا يطلعوا معاه في هكا جاست يفرحوا بيه ومعناها وتتسجل الحكايه في غنايه. ما راعني الا انه باش يعملوا روحه راقصه، يتعاملوا معهم بطريقه فظ عسان ويهبطوهم بطريقه مهينه جدا. قسما بالله يبكيو، قسما بالله نزيد عليكم كان نفس. هذه حاجه. هبطت انا سكتهم وقلت لهم مش مشكل، وبديت نفدلك معاهم وقلت لهم احنا كلنا راهي البدايات ديما صعيبه ولاباس وكذا وهاكا شاهدين وحاضرين. وانا نحب بعد ما نهبط الفيديو هذايا وهما بدهم يهبطوا فيديو تقول شنو صار. الحاجه الثالثه، انا ما مشيتش راهو للكونفيرونس دو بريس كي كملت الحفله وهو خرج ديريكتومون، ما احترم حد. راهو اصدقائي الصحفيين كانوا موجودين الكل، التعامل معاهم بطريقه ياسر خايبه. فما بيت تحب تتصور معاه ما تصوروش معاه، باهي مش مشكل، مشي على روحه، مشي للوتيل. انا كنت مروحه في اخر لحظه عندي قضيه مهمه باش نزهم عند مديره المهرجان باش نتعدى لها للوتيل. كلمتها قالت لي اجيني للوتيل. انا دخلت نلقى احمد سعد ديجا هابط من نزل من البيت نتاعو وقدامه صحفيين يعمل في انترفيو، والمديره المهرجان كانت واقفه. انا في مانيش معناها مانيش ماشيه، راهو هكاكا جيت الحكايه نسمع فيه يقول يحكي وانا فرحان بصحفيين وندرجون. دخلت هي تكلمت، خزر قال لها اسكتي اسكتي، ارجعوا لي الفيديو يا جماعه، اسكتي اسكتي اسكتي، انت ما تعرفيش تنظمي مهرجانات وندرا شنو. انا حتى هذه ساكته ومعايا صحابي واقفين، حتى اللي نقللها كلمه اخرسي يا جماعه امان. ما نجمتش، ما حملتش، الله غالب، حاجه اقوى مني، مراه تعبه. نجموا راه كل شيء نسبي في الحياه، نجموا نعملوا مهرجانات وكذا ونعدوا العده وكذا، ومن بعد تجي تصير الخفقات عادي ساء الريف. مع انه هو عمل الحفله محلاه وغنى وقت صغير صغير وقت وجيز، اما غنى ومحلاه وصوت رائع. قالها اخرسي. اسكو انت تقبل حد يقولك اخرسي؟ اسكو هذه مش اهانه للمراه؟ مش كيسيو تفرق ما بين المراه والراجل، لا. انا نقول كان جاي فما راجل مدير مهرجان ما يقولوش اخرسي. حتى الاولاد اللي معايا صحفيين تكلموا، اقسم بالله البارح ثم شكون يشد فيه غزل ما يحملهاش. اخرسي كلمه خايبه، راهو احنا ما يتقالش اخرسي. مراه راجلها واقف بحذاها يقول لها اخرسي، وانا واقفه معاه، واقفين صحفيين ناس محترمين، ناس جايه تخدم في التيران يعلم بيهم ربي، فهمتني، اللي ما فتعشاش واللي ما فطرش واللي تعب واللي يعلم بيه ربي يخمم كيفاش يروح، يقول لها اخرسي.
انا نحكي على روحي، فما برشا عباد تهجموا عليا وقالوا حنان كذا، لا راني انا اخر وحده تخدم على البوز والحكايه هذوما، راني ما نستحقش البوز لا حتى شيء. انا ديما نحب ولما نمشي ننشر البهجه والفرحه للناس الكل، ربي يشهد عليا. نجم اخطئ اما ما اخطاتش، انا مقتنعه برده فعلي، وهذايا ما يمنعش اللي راهو الجلسه اللي عملها احمد سعد البارح لا تمثل الشعب المصري الشقيق، لاني انا عندي برشا اصحابي برشا اصدقائي من مصر نموت عليهم، اهمهم احمد سمير صديقي وخويا، محمود الحناوي، هذوما اللي يعيشوا في تونس معناها ابار اللي يعيشوا في مصر، وعلي اختي بيهم طيبه على الاخر. وكنت قبلت الزعيم عادل امام، قمه في الرقي والتربيه والاخلاق ومحلاه وفرح بيه على الاخر، دونك كل حاجه نعطيها حقها. هذا تصرف لا يمثل الشعب المصري شقيق اللي انا نحبه برشا. حبيت جوست نقول لكم راني انا انفعلت لانه ما حملتهاش في بنت بلادي الحقيقه، وما نحملها في حتى حد. وحتى كان جات صحفيه، حتى كان جات مديره مهرجان مصريه، انا ندافع عليها، جزائريه ندافع عليها، مغربيه ندافع عليها، ليبيا، اي امراه ندافع عليها، ومانيش في منطقه التفرقه. شكرا لكم، هاني وضحت وربي يشهد على كلامي، واللي قال كلمه حق وفهمني وحس بيا كيفاش انفعلت وكذا يرحم والديه، واللي فهمني بالغلط نقول له هاني وضحت لك وشكرا.